اسألوا التاريخ عن فاروق، اسألوا التاريخ عن عبد الناصر، اسألوا التاريخ عن السادات، اسألوا التاريخ عن جبابرة الشرق والغرب، اسألوا التاريخ عنهم. اين هم الان؟ اين هم الان؟ البقاء للواحد القهار، البقاء لله وحد. نساء المسلمين في كل مكان، لا تسيروا وراء تعاليم قاسم امين، انما سيروا وراء تعاليم ابي القاسم الامين. اللهم انك تعلم علم اليقين انه قضى حياته في سجن يوسف، ما دخل مجرما وما دخل جانيا، انما قضى اكثر من 20 عاما في زنزانة ضيقة. اللهم ابدله من هذه الزنزانة. الشيخ عبد الحميد كشك أنا مش بعتبره داعية إسلامي ولا خطيب، دايما أوصفه بالوصف ده وأنا مصر عليه، أنه حالة دعوية فريدة. كان دايما يدعو ربه عز وجل أن يتوفاه ساجدا يوم جمعة. وكم من مسؤولين زاروني في بيتي لعرض المناصب من مصر وخارج مصر، ولكني دعوت الله قائلا احيني اماما وامتني اماما واحشرني وانا ساجد بين يديك يا رب العالمين. أكثر من 2000 خطبة مسجلة انتشرت في العالم كله، وأكثر من 100 كتاب وسيرة ذاتية مليئة بالأحداث المثيرة للجدل هي حصيلة ما ترك عبد الحميد كشك. وهذه قصة أيامي باختصار مفيد جدا وبإيجاز وجد. في يوم الجمعة الموافق 6 من ديسمبر لعام 1996 توضأ في بيته لصلاة الجمعة، وكعادته بدأ يتنفل بركعات قبل الذهاب إلى المسجد. بدأ الصلاة وفي الركعة الثانية سجد السجدة الأولى ثم السجدة الثانية، وكأنه يوافق القدر المحتوم، يلبي نداءه أن يختم حياته وهو بين يدي ربه، وقد أوشكت أن تفارق روحه ذلك الجسد المتعب، كأنه يقول للناس أرحتكم من مشقة نقلي إلى المسجد، هلموا فصلوا علي. عندها صعدت روحه إلى السماء. وامتني اماما واحشرني وانا ساجد بين يديك يا رب العالمين. سبحان الله، يعني شيء يعني غير عادي، وشيء يعني الإنسان مهما حاول يوصف أو يعني يحكي مشاعره أو يوصف أحاسيسه مش مستحيل. إنه الإنسان يتمنى على الله إنه يقبض ساجد يوم جمعة، هذا أمر، لكن رحمة الله عليه كأن الله يكافئه في مفارقته الدنيا. عندما يموت الرجل ساجدا بين يدي الله فإن المرء يحشر على ما مات عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء على ما مات عليه. أمن الدولة أصدر الأوامر لأولاده وأسرته إن هم يدفنوا في نفس اليوم. في عزا الشيخ كشك العزا بدأ من العصر إلى الساعة 12 بالليل. ضباط الداخلية، لواءات وأمن الدولة ورئاسة الجمهورية قالوا ما تخلصوا، هو الشيخ كشك تعبنا وهو ميت وتعبنا وهو عايش. لا ظلم اليوم، لا محاكم للشعب ولا محاكم للثورة ولا محاكم للغدر ولا محاكم لأمن الدولة العليا
انما المحكمة اليوم لواحد. يا دنيا اين انهارك؟ اين اشجارك؟ اين بحارك؟ اين قصورك؟ اين الملوك؟ اين الملوك؟ اين ابناء الملوك؟ اين الجبابرة؟ اين ابناء الجبابرة؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ يا دنيا يا دنيا اين الجبابرة وابناء الجبابرة؟ اين الذي كان اذا اشار باصبعه امتلأت السجون وغصت المعتقلات؟ اين الذي وقف امام قبر اليمين واقسم بالله انه لن يرحم؟ اسألوا التاريخ يا من تمرون بكبر القبة ويا من تمرون بمدينة نصر، وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، افلا تعقلون؟